السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة بنتكلم عن ظاهرة غريبة في كرة القدم، وهي ظاهرة مهاجم بيجيب اجوان كتير، بيصنع اجوان كتير، حريف، سريع، طويل، وكمان الفيزيكال بتاعه مرعب. يعني احنا بنتكلم على مهاجم من الاخر. عارف انت لما تجيب مهاجم وتزود بهاراته في فيفا وتخش تلعبه، هو ده المهاجم اللي احنا بنتكلم عنه. لكن المهاجم ده طلع ازاي؟ خصوصا ان هو مش صغير، ده 26 سنة وشوية، لانه من مواليد 98 بالمناسبة. فعايزين نعرف قصته كاملة من نشأته حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم عليه فيها، لان هو وصل لمستوى يؤهله للعب حرفيا في اي نادي. وهنشرح بالتفصيل ليه هو مختلف عن بقية المهاجمين اللي احنا شفناهم من وقت قريب، وبيشبه في لعبه لزلاتان ابراهيموفيتش. فلو مهتم تعرف عن فيكتور جيوكريس اكتر، اعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناة عشان يوصلك كل جديد. واحنا معاك فيديو اي حد عايز تعرفه هنجيب لك قصته وهنجيب لك تاريخ نشأته حتى، ما تقلقش. فيلا بينا نبدأ، يلا بينا. في البداية احنا بنتكلم عن مهاجم بيلعب في سبورتنج لشبونة، طويل يعني 187 سنتيمتر، ومن مواليد السويد تحديدا من مدينة ستوكهولم السويدية. زائد احنا بنتكلم على مهاجم فعلا كورته حلوة، لدرجة ان بداياته اساسا كانت وينج، وانا هتكلم معاك بالتفصيل عن قصة حياته. زائد انه اساسا حريف جدا، والاغرب ان هو سنه كبير وتم اكتشافه في سن كبير. ده ليه؟ هنشرح لك برضو بالتفصيل واحدة واحدة. خلينا نبدأ من نشأته. وهو كان بيلعب في احدى اندية السويد للناشئين، وما تصعدش غير متأخر على دوري الدرجة الثانية، وبالتحديد في موسم 2016 2017، وكان عنده لسه 18 سنة. هو ده تصعيد متأخر على موهبة زي دي من وجهة نظري. فيكتور جيوكريس بعد ما تصعد في أول موسم لعب له في الدوري 29 مباراة، سجل 13 هدف وصنع 8. ودي احصائيه مرعبه طبعا في الدوري السويدي الدرجه الثانيه، لانه هو ساهم ب 21 هدف في موسمه الاول في 29 مباراه. واما في الكاس فضل يكسب مع فريقه، وخرج من نص النهائي رغم انه ما لعبش اساسي غير في مباراه ربع النهائي ونص النهائي، الا انه سجل هدفين وصنع هدف برضه. فبدايته الواعده اللي خلت الناس تبص عليه وتقول هو مين ده اساسا، خلت نادي برايتون للشباب يشتريه، يبصوا عليه وهل يصلح كموهبه تلعب في البريمير ليج ام لا. فيكتور جيوكريس انتقل في يناير 2018 وسجل من أول مباراة ليه كأساسي في دوري الناشئين. لعب إجمالي في البطولة 7 مباريات، سجل 5 أهداف من 5 مباريات فقط كأساسي. وهو ده تقريبا اللي حصل في موسم 2017-2018 عشان يكمل في موسم 2018-2019 مع نادي برايتون نقل الشباب. ولكن شارك في مسابقة كبيرة، وأول مشاركته في المسابقات الكبيرة كانت دقيقة واحدة بس امام بورنموث في كاس الاف اي كاب، و18 دقيقة امام ويست بروميتش، و79 دقيقة في اعادة المباراة لان ويست بروميتش وقتها اتعادل مع برايتون. احنا بنتكلم على الفريق الاساسي للكبار مش فريق الناشئين. وبعديها شارك 9 دقايق امام ميلوول قبل ما يشارك 19 مباراة في دوري الشباب، سجل 7 وصنع 3. احصائيات مش جامدة قوي بالنسبة لدوري برايتون للشباب، مش هتخليني اصعدك واعتمد عليك وانا مش شايف فيك كده، لان انا اساسا في موسم 2018 2019 للي فاكر ان برايتون كانت بتعاني جدا، بتعاني حرفيا. مش هي برايتون بتاعت دلوقتي، كانت بتنافس كارديف سيتي على البقاء وقعدت بمعجزه. انت حاسس ان انت مش مبهور؟ انا عارف ان الفيديو ما فيهوش حاجه تبهر لسه، لان احنا وصلنا لموسم 19 20 ومش حاسس ان في لعيب جامد قوي جاي في السكه، لدرجه ان هم اساسا اعاروا اول اعاره لنادي سان باولي في الدوري الالماني الدرجه الثانيه. لعب 28 مباراه معاهم، سجل 7 وصنع 4. يعني كان اساسا بيلعب جناح في الموسم ده، يعني ما كانوش شايفين فيه المهاجم اللي احنا بنتكلم عنه النهارده. برضه موسم 2019 2020 ساهم 11 مساهمه في 28 مباراه مع نادي في درجه تانية الماني، حاجه لا تذكر اساسا ان انا اقول لك عليها. وفي سنه 2021 اعاروا تاني لسوانزي سيتي، مش عايزينه من الاخر عشان يلعب تشامبيونشيب. وبنادي برايتون بدا يزعل له صيت ويطلع له لعيبه جامده زي تروسارد وكده، وكانوا معتبرينه جناح شمال. اقول له ما احنا عندنا تروسارد يا عم، شاب ومتالق وزي الفل اهو، احنا هنجيبك انت ليه؟ فخليك بقى في الاعارات لحد ما نشوف لك صرفه، ويا رب حد يرضى يشتريك. اساسا في اول موسم ليه مع سوانزي سيتي شارك في 30 مباراه، سجل كام هدف؟ 3 اهداف. فيكتور جيوكريس هيعتزل واحنا بنتكلم اساسا على واحد عنده 22 سنه ما قدمش اي حاجه ولا ورق اعتماد ليه، وهيرجعوه السويد يلعب في الدوري السويدي بقى، وبلاش قرف لحد كده. وهو مستواه فعلا بيأهل لكده. لكن متى حدث الانفجار
لفيكتور جيوكريس. خلينا نروح بقى على الموسم اللي بعده اللي هو 21-22، وانا مش شايف فيه اي مهاجم جامد بصراحه لحد دلوقتي، حتى الارقام بتتكلم عنه. ولكن فيكتور جيوكريس بيروح اعاره اللي غيرت حياته تماما في نادي كوفنتري سيتي. كوفنتري سيتي خدوا اعاره قبل ما يشتريه اساسا من نادي برايتون. فخلينا نتكلم على فترة اعارته الاول في كوفنتري سيتي. لعب 45 مباراة مع كوفنتري سيتي، لان هم شافوا ان الطول ده لو لعب مهاجم هيبقى كويس، سيبك من الوينج يا ابني والكلام العبيط ده وبلاش هبل بقى. فلعب 45 مباراة في الشامبيونشيب، ساهم في 22 هدف، 17 جول وخمس صناعات، وسجل في الكاس رغم خروجهم من الدور الرابع امام ساوثهامبتون، الا ان واحد مساهم معانا في اول موسم في 23 جون، 17 في الدوري وواحد في الكاس وصنايع لي 5. فبيقول لك هو ده لو انسجم ده هيبقى حاجه كبيره قوي. كوفنتري سيتي ومع مدربه هو اللي ساهموا في تألقه بشكل كامل، وهو ان يلعب فيرود وينسى قصه انه جناح شمال دي تماما، بلاش بقى. انت كويس قوي في الفيرود وارقامك بتثبت ان احنا كنا صح في رؤيتنا ليك انك لو لعبت فيرود هتنفجر، لدرجه ان هو لاعب في الموسم اللي بعديها موسم 22-23. احنا بنقرب اهو من الموسم الحالي اللي احنا بنتكلم فيه 24-25 اللي بدات الناس كلها تعرف اسمه، لدرجه ان احنا بنعمل عليه فيديوهات من مصر، وهو لاعب من السويد اساسا. فاحنا بنتكلم في موسم 22-23 لعب 46 مباراه في الشامبيونشيب، حرفيا كل مباريات الشامبيونشيب لعبها. سجل كام بقى؟ سجل 21 هدف وصنع 10 اهداف، يعني 31 مساهمه في الدوري، لدرجه ان كوفنتري سيتي تاهل للبلاي اوفس، هيصعد البريمير ليج. جيوكريس هيحقق حلمه وكوفنتري سيتي هتعود للبريمير ليج وتحقق حلم جماهيرها تاني. لعبوا 3 مباريات في البلاي اوفس، نص النهائي، البداية مع ميدلس برا، والمباراة على ملعب كوفنتري سيتي تنتهي 0-0 رغم انها مباراة حماسية جدا، والعودة خارج الديار 1-0 لكوفنتري سيتي، وبيفوزوا وبيتأهلوا للنهائي بصناعة فيكتور جيوكريس. والنهائي اتلعب امام لوتون تاون، لوتون تاون اللي ما كانش حد عارفها، بيفضلوا سجال سجال سجال، والمباراة بتخلص 1-1. وكمان كوفنتري هو اللي بيتعادل بعد ما لوتون تتقدم عن طريق برضه لاعبيه وبصناعه برضه فيكتور جيوكريس، لدرجه ان هم يوصلوا ضربات جزاء وبيخرجوا بضربات الجزاء بعد موسم ممتاز جدا قدمه فيكتور جيوكريس ما بيحققش حلمه للانضمام للبريمير ليج. ففي نادي بيخطف اي موهبه شابه بيقول له تعالى انت رايح فين. فالكلام هنا على سبورتنج لشبونه، اول ما شاف ناشئ بالقدره دي بالقوه دي، وكمان مش ناشئ قوي لان هو ساعتها كان 24 سنه فيعتبر في سن كبير، لكن انفجاره كان من سنتين 2 بس في سن ال 22. اما كوفنتري سيتي حس بموهبته واضطر يلعبه فيرود بدل جناح شمال اللي هو كان بيلعبها، لانه حريف جدا لكنه طويل وهداف، فتلعب فيرود على طول. وهو ده كانت البديهيات المفروض كانت تحصل، لان الراجل ده عنده امكانيات جباره، بيسجل بالراس برجله الشمال برجله اليمين، وكمان بيرقص 1 و2 و3 وبيحط الجون. مهاجم محطه موجود، مهاجم على الاطراف موجود، وكمان بيسقط لتحت وبيعرف يبني لعب. يعني ايه المشكله؟ بيعرف يعمل كل حاجه في مراكز الهجوم، فلعبه فيرود وابني عليه اللعب براحتي. فالمهم سبورتنج لشبونه قال لك هو ده القطعه الناقصه، وعن طريق روبن اموريم عينه شافته. روبن اموريم بالمناسبه كنا عاملين له فيديو مين هو اساسا روبن اموريم اللي راح مانشستر يونايتد، يبقى اتفرج عليه عشان تعرف وتربط القصتين ببعض. المهم ان روبن اموريم اشترى فيكتور جيوكريس ب 24 مليون يورو كاملين، لان هو زي ما قلت لك ساهم في 31 مباراه في الشامبيونشيب وفي البلاي اوفس. كوفنتري مسجل هدفين هو اللي صانعهم. ففي اول موسم ليه مع سبورتنج لشبونه ما بيكدبش خبر، وبيسجل 29 هدف وبيصنع 9 في 33 مباراة بس، يعني 38 مساهمة في 33 مباراة، رقم اقسم بالله مرعب جدا. وساعتها كمان بيلعبوا في اليوروبا ليج وخرجوا من اتلانتا، وهو حتى هو بيخرج من اتلانتا بيكون صنع الهدف اللي بيخرجوا منه رغم الخروج. وبيساهم كتوتال في مباريات اليوروبا ليج في 7 اهداف في 9 مباريات لعب بس، وبيوصل لنهائي الكاس معاهم وبيسجل 6 اهداف وبيصنع 4، وكمان بيكون هداف الدوري البرتغالي، زائد ان هم بياخدوا الدوري البرتغالي. يعني انت بتتكلم في احصائيات غريبه. روبن اموريم صنع منه وحش، بعد ما كوفنتري صنعت منه وحش تاني صنع منه وحش اكبر، لدرجه ان هو بقى مرعب جدا محدش قادر يوقفه، لدرجه ان ما راح معسكرات المنتخب في شهر 9 اللي بعديها سجل 10 اهداف في 10 مباريات. احنا بنتكلم على واحد اسطوره طالعه، وبنتكلم على ارقام ما ينفعش نتجاهلها، لدرجه ان الموسم ده بيبدا موسم 24-25 وفي تخبط وكلام ان المدرب هيمشي، بيلعبوا 11 ماتش في الدوري بيسجل 16 وبيصنع جون. انت يعني ايه 17 مساهمه في 11 ماتش؟ ده رقم كبير جدا. في الشامبيون ليج رغم عظمه البطوله، بطوله الشامبيونز ليج بيلعبها لاول مره في حياته في سن ال 26 سنه، راجل كبير بيلعب الشامبيونز ليج، بيلعبوا بعد 38 دقيقه امام ليل بيحط الهدف الاول.
ليل اللي كسبت ريال مدريد هو بيكسبوها 2-0، والهدف الاول عن طريق فيكتور جيوكريس. وبيلعب 4 مباريات بيكون مسجل 5 اهداف في الشامبيون ليج، دي حاجه مرعبه، ده غير ال 16 جول اللي مسجلهم في الدوري في 11 مباراه. وسجل هاتريك امام السيتي في دوري الابطال من اجوانه ال5-3 قدام السيتي في مباراه خسرها السيتي 4-1. وبالمناسبه احنا متكلمين على هزايم السيتي الكتيره اللي ورا بعض وايه سببها وايه ارقامهم بالتفصيل. لو عايز تتفرج براحتك اتفرج. المهم ان احنا بنتكلم على واحد مكسر كل حاجه في سنتين ثلاثه، يعني من موسم 22 23 بدا نتكلم عليه فعلا، لانه قبلها كان مش معترف بيه كفيرود، وكان بيلعب كجناح، ما كانش بيقدم المردود الهجومي المنتظر منه. وكمان بنتكلم على واحد طويل كورته حلوه على الارض وفي نفس الوقت سريع وهداف وبيلعب بدماغه، مشروع اسطوري لاي فريق. انت عايز تاخده في برشلونه خده، عايز تاخده في الريال خده، عايز مانشستر ياخده ماشي، السيتي مع هالاند او مكان هالاند يلا. مهاجم يستحق الانضمام لاي فريق، وهنشوف عليه خناقه كبيره قوي قوي الايام الجايه. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب في القناه عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تتابع منصاتنا على الفيسبوك وتيك توك وانستجرام. وسلام عليكم.